السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الغاليات، اليوم جئتكم بوصفة عبارة عن علاج للشعر الجاف المتقصف الهايش، تزيد من نعومته جدا جدا وتعالج الشعر المجهد والجاف. فلن أطيل عليكم. هذه الوصفة غير أنها علاج، فهي تطول الشعر وتحفز على نموه بسرعة كبيرة جدا. فما نحتاجه لتحضير وصفتنا لليوم: حبة طماطم وتكون متوسطة الحجم. سنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ونقوم بعملها في الخلاط الكهربائي. الطماطم للشعر، يعني استعملنا عدة وصفات للشعر وخصوصا لتطويل الشعر وبسرعة فائقة، منها البصل والبطاطس. نعم، البطاطس وأعطت نتائج فعالة لتطويل ونعومة الشعر. اليوم جئتكم بالطماطم. الطماطم كذلك غير أنها تستعمل للبشرة يعني فوائدها العلاجية العديدة للبشرة، فهي رائعة كذلك للشعر. تمنع الشعر النعومة واللمعان والحيوية لشعرك المجعد والجاف، وترطبه جدا جدا وتعالج جفافه وهيشانه. كذلك فعالة جدا، تمنع تساقطه بشكل كبير، وذلك لغناها بالعديد من الفيتامينات الطبيعية التي تساعد على تحفيز نموه، كما أنها تساعد كذلك على استعادة لون شعرك الطبيعي، وتعالج كذلك حكة الرأس والقشرة، وكذلك تعتبر كذلك تقوي الشعر. فالآن سنضعها في الخلاط الكهربائي لنحصل على عصيرها. الآن سنضيف المكون الثاني لهذه الخلطة، المكون الرائع جدا، وهو حبة موز. الآن سنقوم بتقطيع الموز وسنستعمله بقشره، يعني قطعيه بالقشر. فالموز كذلك جدا للشعر، لتطويل الشعر وبسرعة لتنعيمه جدا جدا. فكما ترون هذه الوصفة بمكونين من أروع المكونات لفرد الشعر وتنعيمه جدا جدا، خصوصا مع المداومة عليها ستلاحظين نتائج وتعالج هذه الوصفة رائعة جدا. فبعد أن نطحن هذه الخليط جيدا سنضيف باقي المكونات. كما ترون سنحصل على كريمة. سنضيف لها سنضعها في إناء وسنضيف لها الزبادي الطبيعي طبعا. سنضيف تقريبا ملعقتين من الزبادي إلى هذا الخليط، وسنخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعض. كما قلت نضيف ملعقتين ونقوم بخلط هذه المكونات حتى تتجانس مع بعض. فلأول مرة يشوف قناتي فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة لتشجيع أكثر على العطاء والمزيد من الوصفات. بعد تطبيقك لهذه الوصفة أو بعد تطبيقها على شعرك وعلى فروة شعرك اتركيها تقريبا ساعة وانعمي بشعر ناعم من أول مرة. هذه الوصفة مع تكرارها ستلاحظين أنها علاج فعال لشعرك، وأن شعرك بدأ يتحسن شيئا فشيئا. فأتمنى أن تنال إعجابكم وأن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا.